اللي توافق سنة 1826 ميلاديا، الكنيسة بتفتكر نياحة قديس كبير الأنبا يوساب الأبح أسقف جرجة وأخميم. القصة بتبدأ من زمان قوي، سنة 1735 ميلاديا، في قرية بسيطة اسمها النخيلة في أسيوط. اتولد طفل اسمه يوسف لأبوين مسيحيين بارين زرعوا في قلبه حب ربنا وربوه على التقوى والفضيلة من وهو صغير. يوسف كان مختلف من طفولته وهو عاشق للقراءة، كان بيمسك الكتب المقدسة ويقعد بالساعات يتأمل ويفهم ويتعلم. كبر معاه الشوق لحياة أعمق، حياة الرهبنة، وعند سن 25 سنة ساب الدنيا وراح دير القديس الأنبا أنطونيوس، وهناك لبس الإسكيم وبقي راهب فاضل